بلدنا ونبنيها. عن كل جديد هنتحاور، نبحث وندور ونشاور على المبدعين فيها. في إبداعات بحثية. إبداعات بحثية، إعداد وتقديم إيمان محمود. مستمعي الأعزاء، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور أنطونيوس فرانسيس، دكتوراه معهد البحوث والدراسات القبطية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية. أهلا بحضرتك دكتور أنطونيوس، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك وكل المستمعين طيبين وبخير. دكتور أنطونيوس، حضرتك حصلت على الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات القبطية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية. نعرف من حضرتك عنوان الرسالة. عنوان الرسالة كان ترتيب التصوير الدينية داخل الكنيسة ومدلولاتها. في البداية دكتور أنطونيوس، نعرف المستمعين بالفن القبطي وأهم سماته. يمكن البعض ما يعرفش ان الفن القبطي هو الفن المصري الأصيل البيور، او ان هو تطور مع تطور المصري القديم. والفن القبطي يعني هو تكمل الفن المصري القديم، لكن نقدر نقول الفترة البيور او النقية اللي نقدر نقول عليها ان ده فن قبطي هو من القرن الرابع للقرن الثامن. ليه بنقدر نقول كده؟ لان هو كان في الاول كان في اضطهاد اول ما ابتدت المسيحية في مصر من الامبراطورية الرومانية، فكان القبطي مثلا بيستخدم صور من الاساطير زي مثلا صدفة بتاعت أفروديتي، أو بياخد علامة العنخ من مصر القديم على أساس بس يخفي الهوية أو الديانة بتاعته علشان بس ما يتعرضش لكثير من الاضطهادات. لكن بعد كده بعد ما حصل التسامح مع الإمبراطورية الرومانية ابتدت تختفي الأساطير خالص، وابتدى يحط الرموز بتاعته اللي هي نقدر نقول عليها بيور. ابتدى يحط تصوير من الكتاب المقدس أو قصص القديسين اللي سبقوه. برضو أخذ تأثير المصري القديم، مثلا بعض الحاجات من المعابد وابتدى يعملها جوه معمره، جوه المعمار القبطي يعني هنلاقي مثلا أخذ الحنية أو الأبس اللي موجودة كانت في المعابد المصرية القديمة، ابتدى يحطها عنده في الكنائس وابتدى يحط عليها تصوير ورموز من المسيحية بتاعته. يعني الفن القبطي تأثر بالفن الفرعوني القديم. طبعا نقدر نقول إن مفيش حضارة ما تأثرتش بالتانية، لا هو أخذ وكملها وطوقها حسب تفكيره. تمام. وحتى هنلاقيها بعد كده ان هو لما دخل العرب مصر وابتدى انتشر الديانة الإسلامية، ابتدى يحصل زي دمج ما بين الاثنين، يأثر ويتأثر. ايه سمات الفن القبطي؟ نقدر ان احنا نقول ان سمات الفن القبطي بتظهر في ان هو لازم اول حاجة بيرجع في تصويره للكتاب المقدس وصور القديسين، ان هو فن شعبي بسيط، مش زي مثلا الحاجات اللي كانت بتبنيها الإمبراطورية الرومانية اللي فيها بهرجة. كان بيميل في بعض الأحيان لوجود الرموز. وحضرتك اهتميت بالرموز والتصاوير في دراسة حضرتك للدكتوراه. بالظبط كده. فكرة الرسالة جت لحضرتك ازاي؟ هي الفكرة ابتدت معايا من أول ما ابتديت الدراسة في المعهد عندنا. ابتديت في الماجستير، اكتشفت ان الناس كانت بتقول ان مفيش حضارة قبطية أو فن قبطي، ده كله ده تأثير من الغرب. تمام. فابتديت أبص عليه أكبر نموذج نقدر نشتغل عليه. فابتديت في الماجستير على عمارة الكنائس، وأنا بشتغل على عمارة لقيت ان في جداريات، فقلت أتخصص في الجداريات في الدكتوراه علشان أقدر أقول هل في نظام أو مفيش نظام. فده كان هدف الرسالة بقى أكتر، إن أنا أبص هل في نظام وترتيب جوه الكنيسة ولا الموضوع بيتحط عشوائي حسب رأي المصلين يعني كان هدف دراسة حضرتك معرفة هل في ترتيب للرموز والأيقونات الموجودة على جداريات الكنيسة أم يكون وضعها عشوائي؟ بالظبط كده. إيه الإجراءات اللي تبعتها حضرتك في هذه الدراسة؟ أول حاجة عشان أقدر أطلع نتائج مظبوطة كان لازم أخد عينة من كل الكنائس أو أغلبية الكنائس اللي موجودة. تمام. لكن الفترة الأولى اللي أنا ركزت عليها هي الكنائس القديمة من القرن الرابع للقرن الثامن، ودي الجزء اللي فيه عندنا عدد كبير من الكنائس. زي أخذنا في الصعيد مثلا الدير الأحمر، الدير الأبيض، منطقة بويط. أخذت كنائس مصر القديمة، أخذت أديرة وادي النطرون، بالأخص دير السوريان، وخصوصا إن إحنا كان في اكتشافات حديثة وقت ما أنا كنت بعمل الرسالة. وفضلت بقى شغال عليهم. قلت علشان ابتدي أعمل، قلت هنقسم الكنيسة جزئين. جزء هو الهيكل اللي هو الجزء المقدس في الكنيسة، ده اللي بيدخله القس أو الكاهن اللي هيصلي ومعاه عدد 2 أو 3 شمامسة، لكن الباقي بيقف في صحن الكنيسة اللي هو بقية الشعب. فده قلت هنقسم الكنيسة نصين علشان نقدر نعرف هل الحاجات اللي جوه الهيكل هي اللي موجودة بره ولا لأ. فابتديت لما أبص على الهيكل قلت هنلاقي إن إحنا قدامنا أول ما نخش الحنية أو زي المحراب، ودوت بيبقى فيه رموز. الرموز ديت للسيد المسيح أو أحد رموزه زي الحمل
أو ممكن السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح، لكن الأساسي فيه بيبقى السيد المسيح بس. لو بصينا على بقية الهيكل هنلاقي فيه بعض القصص من الكتاب المقدس زي بعض الذبايح، لأن جوه المذبح ده بيصلى القداس وفي بيحصل سر التناول الأفخارستية، فكان لازم يقول إن زي ما كان في ذبايح في العهد القديم هكذا في ذبيحة في العهد الجديد، فكان بيحط بعض التصوير زي ذبيحة إسحاق وغيرهم من الذبايح. طب لو احنا طلعنا بره هنلاقي في صحن الكنيسة هل في قصص تانية أو لا، أو في تصوير تانية؟ هنلاقي بيصور لنا السيد المسيح، حياة السيد المسيح كلها من الميلاد للهروب إلى مصر، في بعض الحاجات درب الصليب والقيامة. كمان بنلاقي إن هو حط بعض الموضوعات من الكتاب المقدس وحياة القديسين، ودي بقى نقطة حياة القديسين دي كانت بتبقى مختلفة شوية ما بين الأديرة وما بين الكنائس العادية أو الكنائس العامة. ليه بقى بيحصل كده؟ لان كل واحد وليه هدف. الراهب عايز حد يشجعه، زي ما انا مثلا اكون في كليه الطب فاحط قدامي مجدي يعقوب، لو انا واحد في اداب وبكتب قصص هحط قدامي نجيب محفوظ. هو نفس الفكره بالظبط، كان بيحط للرهبان القديسين اللي سبقوهم فيقول له بص دول ماشوا على الطريق الفلاني فامشي زيهم، لكن انا واحد في الشعب انا ما عنديش نفس الحياه الرهبانيه، انا بشتغل وعايز انجح في شغلي وعندي بيتي فكان بيحط لهم قديسين سبقوهم، سواء معترفين يعني قالوا اتعذبوا شويه لكن ما استشهدوش، او شهداء، فكان بيحط له قدامه صور القديسين دول فهو يفضل يبص عليهم فيحط جواه ان انا هفضل ماشي على خطى هؤلاء القديسين. كمان تأثر شويه بالمصري القديم وابتدى يحط ورا صور القديسين الفرسان علشان كفكره يعني ان في دايما ناس بتحمي الكنيسه، فكره الشجاعه والقوه بالظبط، وان الناس ديت زي ما هم كانوا جنود في الجيش وبيعرفوا يقاتلوا فهم كمان هيدافعوا عن الكنيسه. هو يعني دي زي رمزيه كده حاططها علشان يفكروا ان في ناس دايما واقفه بتدافع عن الكنيسه حتى يومنا هذا، علشان نقدر ان احنا نشوف بقى هل الموضوع ده استمر ليومنا هذا ولا الموضوع قلب عشوائي. ابتديت اخد عينات برضو من الكنائس الحديثه، وحاولت برضو اضم اكبر عدد من كنائس مصر ومن حتت مختلفه. فاخدت مثلا في شرم الشيخ كنيسه كاتدرائيه السمائيين، ودي مليانه تصوير في كل حته. اخدت مثلا كنيسه من اسكندريه زي كنيسه مارجرجس سبورتنج والكاتدرائيه المرقسيه، بينت فيهم هل احنا استمرينا على نفس النظام ولا لا. اخدت برضو كاتدرائيه الميلاد الجديده اللي في العاصمه الاداريه الجديده، العاصمه الاداريه الجديده، والكنيسه العباسيه بعد تطويرها، علشان بس اقدر ابين هل احنا فضلنا ماشيين على نفس الخطه ولا لا. اكتشفت ان احنا ماشيين على نفس الخطه بس ممكن نغير طريقه الفن. يعني كان زمان بيرسم الصور الجداريه، لكن دلوقتي هو ابتدى مثلا يعني اخذ تاثير الغرب في ان هو اخذ الازازه المعشه، ففي مثلا كنائس ابتدت تحط حياه السيد المسيح في زجاج معشه، دي ممكن نشوفها في كنيسه زجاج معشق. زجاج معشق ان هو بيحط بالزجاج يرسم ايقونه عن طريق الالوان، بيكسرها كده حتت صغيره ويعمل نفس فكره الايقونه. يعني حد ركب ترى بنبص على مثلا كنيسه مارجريس سبورتنج عند سبورتنج الصغيره، وخصوصا بالليل يعني هيلاقي ان مثلا مرسوم صور قديسين، صور حياه السيد المسيح. فهو غير فكره ان هو بدل ما هرسم جداريات لا انا هستخدم الازاز المعشق في ان انا ارسم بيه الجداريه. وده تطور، هو استخدم يعني اخذ الاساس ولكن طور في طريقه عرض الفن اللي موجود. ايه اهم النتائج اللي توصلت لها من خلال دراستك سواء كان في الكنائس القديمه او الجديده؟ هل لقيت في ترتيب معين الكل ملتزم بيه في وضع الايقونات والرموز؟ طبعا يمكن انا لما جيت اول ما يعني اقترحت الرساله قال لك لا مفيش ترتيب، ده كله بيحط عشوائي حسب راي ابونا او المسؤول عن الكنيسه. لكن لو احنا بصينا هنلاقي ان في الهيكل هنلاقي تصوير السيد المسيح جالسا على العرش، وغالبا ده ما انتشرش في اي حته غير جوه الحضن الاب او الابس او الحنيه او المحراب. تمام. هنلاقي التصوير بتاعه الذبيحه مش موجوده في حته في الكنيسه غير جوه الهيكل. تمام. في قصص القديسين كانت دايما موجوده في الصحن، عشان دي هدفها ان هو يبين للمصلي ان هتمشي على نفس الخطه ديت. يعني لقيت نفس الترتيب في كل الكنائس اللي اخدتها عينه الدراسه بالظبط، مع اختلاف طريقه العرض. هو بس الناس علشان قالت لك ما فيش جداريات فخلاص يبقى الترتيب اتغير، لكن هم ما خدوش بالهم ان طريقه الفن هي اللي اتغيرت. يعني الادوات اللي بيستخدمها الفنان اتغيرت. بالظبط، بدل ما كان بيستخدم جداريات ابتدى وطريقه الوان ابتدى يغيرها عن طريق مثلا زجاج معشق او غيره. بشكر حضرتك دكتور أنطونيوس فرانسيس، دكتوراه معهد البحوث والدراسات القبطية كلية الآداب جامعة الإسكندرية. أشكرك وأتمنى لك التوفيق وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا وحضرتك طيبة وبخير. إبداعات بحثية، إعداد وتقديم إيمان محمود.